في ظل بعض الخلافات اللي صارت بين مصر وقطاع غزة. يا ترى هل تغيرت مكانة مصر في قلوب الأطفال الفلسطينيين؟ عشان هيك رح نعمل هالاختبار مع الأطفال ونحكي لهم أن الاحتلال الإسرائيلي قرر يعمل حرب على مصر خلال أيام. يا ترى كيف رح تكون ردود الأفعال؟ خلونا نشوف. يلي حضنك هو نفسه حضن يلي ليكي فيا أكتر من اللي ليا، يلي مهما بعدت عنك هو دمي، يلي حبك عندي حاجة مش عادية. كيف حالك وتعرف عليك؟ رزان فرحات. تعرف عليك. حنين العوضي. منى أبو خضير. في خبر بيحكي أنه إسرائيل راح تقصف مصر خلال أيام، بدي أعرف شو رأيكم في هالخبر، إيش رأيك؟ خبر ما بيعجبني. ليش؟ علشان مصر يعني بلاد عربية منا، من دمنا ومن لحمنا، لازم نضحي من أجلها. يلي حبك عندي حاجة مش عادية. بنقف معهم عشان احنا وطن واحد ووطن عربي واحد كلنا مع بعض. لازم احنا برضو ندافع عنهم زي ما هم دافعوا عنا. مش مصر سكرت المعبر؟ هي سكرت المعبر بس بنضلنا احنا وهم الجيران يعني. مش لو احنا دفعنا عنهم زي ما انت بتحكي ممكن تتحول الحرب علينا، ممكن اسرائيل تقصفنا عشان دفعنا عن مصر. بجوز هذا الاشي، بس حتى ولو بدها بنحارب من اجلها لانها بلاد عربية زي بلادنا، احنا بلاد عربية الاجر والثواب عند الله بزيد إلنا. يعني انت لهالدرجة بتحب مصر؟ ليش؟ يلي حضنك هو نفسه حضن يلي ليكي فيا أكتر من اللي ليا. بس انا مش عارف، انا بوجهة نظر بقول انه احنا نضلنا ساكتين ما لناش علاقة في حدا عشان ما تتحولش الحرب علينا، لانه احنا بكفي تعبنا حرب اولى وثانية وثالثة، انا هيك بوجهة نظر. لا بالزيادة شهداء وبالزيادة ندافع عن الوطن، لأنه احنا وطن عربي واحد ولازم ندافع عن الوطن. يعني لازم نقف مع مصر في الحرب؟ بس نفس الحرب اللي فاتت حيروح آلاف الشهداء. يزيد شهداء ويزيد، يعني ايش مستفيد من الشهداء؟ كلهم على الجنة رايحين. رغم ايام احنا صعب عشت فيها، بكرة قادرين نبني فيكي 1000 قصر. يعني انت مستعد تموت مقابل انك تدافع عن مصر؟ هالدرجة بتحب مصر؟ تحيات. اسألوا كتاب التاريخ من هي مصر. معقول المصريين بحبونا؟ بحبونا. متأكد؟ وانت بتحب المصريين يعني؟ مش كلهم يعني بحبهم، يعني بدافعوا عنا هم هدول بنحبهم، اما اللي يعني بدافعوش عنا وبقتلونا وزي هيك هدول لا. يعني انت مصر انه لازم نقف مع مصر في الحرب ضد اسرائيل؟ مصر. حتى لو تحولت الحرب علينا وصار عندنا شهداء؟ لانه هم دافعوا عنا واحنا لازم ندافع عنهم زي ما هم دافعوا عنا. يعني انت مصر انه لازم نقف مع مصر في الحرب؟ لازم. انت يعني لهالدرجة بتحب مصر؟ كتير. معقول كتير بتحب مصر؟ ليش؟ عشان هم دافعوا عنا وحبايبنا وجيراننا. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر. هم بيحبونا يعني؟ وانت بتحبهم؟ بحبهم. لو احنا توحدنا مع مصر ممكن نقدر على الإسرائيليين أو نقدر احنا ايش لازم نسوي لو صارت حرب على مصر؟ يعني لو اسرائيل عملت حرب على مصر، احنا الفلسطينيين شو لازم نسوي؟ مندافع مثلا عنهم. احنا كعرب لازم نقف مع بعض، بس اذا مصر بتقف جنبنا لازم نقف جنبهم احنا. يعني مصر حتى لو مش واقفه معانا احنا نقف معاها؟ لا احنا مسلمين، بس هم اذا بحسوش فينا احنا بنحس. طب انا بقول يعني احنا نقف على جنب واحنا مش قدهم، مش اقول لك بعدين بدنا في وجهة الراس. يعني مصر واسرائيل بتطاوش، مصر ما وقفتش معانا مسكره المعبر، ليش نقف معاها احنا؟ خليهم مع بعض يكسروا بعض، وايش دخلنا؟ لا، لانهم مصر
وقفوا معنا قبل هيك. كيف ليش؟ ايش مستغرب؟ لانهم سكروا المعبر ودمروا الانفاق ويعني في مشاكل بيننا وبين. يكون في ظروف بيننا تنحال مع الوقت. ايش بيعلموكم في المدرسه؟ يعني انت مروح من المدرسه، ايش بيحكوا لكم في المدارس عن مصر؟ بقولوا مصر عربية ولازم نقف معها عشان يعني ناخد حسنات أكتر. هم هيك بيقولوا لكم في المدرسه؟ اه يعني بيقولوا لكم حبوا مصر؟ هما ما بيحكوا لنا هيك، بس من جوانا احنا بنحبها لمصر. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها، فهمنا يعني ايه بلادي تحية. وانت ايش رايك في العلم هذا اللي بيعلموكوا اياه؟ مصر يعني عن جد انا ما بعرفش، انا ما تعلمتش ما اخذتش المنهج تبعكم، هي عن جد مصر زمان وقفت معانا؟ اه وزمان دفعت عنا؟ اه لازم نقف مع مصر يعني لو صارت حرب؟ احنا ايش دخلنا؟ كيف؟ مش هي وقفت معنا برضه؟ بعدين لازم نكون نساعد بعض، مش احنا مجتمع مسلم؟ حتى لو نموت عشانهم معلش؟ مش مشكلة. أنا كل حرف في اسم مصر يساوي عندي كتير، مش بس بعشق أرض بلدي بخاف عليها وأغير، ومهما حد في يوم واحد لازم نساعد بعض وندافع عن بعض. تحيات. احنا لازم نقف معاهم ومعاهم على الموت، زي ما قلت صح هم شويه هيك صعبين سكروا معابر، يمكن الظروف اللي لها علاقه، لكن احنا بنحبهم وراح نضلنا معاهم، راح نضلنا مع بعض على الموت، صح؟ ايد واحده اكيد حنضلنا مع بعض. تحيات، ايد واحده. فيش اسرائيل بدهاش تكسف مصر، بس حاولت اشوف قديش بتحبوا مصر، واحنا اكيد بنحب مصر وكل الشعب الفلسطيني بحب مصر، صح؟ بحييكم، خليكم على هذا المبدا، احنا بنحب مصر وعلى الموت معاهم. صح؟ صح. تحياتي لك. لو أموت علشان خاطرها الموت ما يوجعنيش، أنا ممكن أعمل أي حاجة عشان حبيبتي تعيش، ده هي أهلي ودنيتي وناسي وصحابي. يعني لازم نقف مع مصر على الموت. على الموت، بنضحي من أجل مصر، بنضحي من أجل مصر. أنا كل حرف في اسم مصر يساوي عندي كتير، مش بس بعشق أرض بلدي بخاف عليها وأغير، ومهما حد في يوم يفكر إنه يأذيها، أنا مش هخاف علشان بلدنا دي ليها رب كبير.